فين كاينة الطريق؟ سؤال بلا جواب. الدم في التراب وقلوب بلا عتاب. تضحية نار والجرح كتاب، وحكاية بلا صوت مكتوب فوقها العذاب. فوق سما الليل حكاية بدات، في قلب الظلام أسرار تدفنات. حلم على كتف الريح ضاعت الأوقات، فوق جبال الصبر الدموع سالات. في قلب هاد العيش هاد المعاناة، ألم غوات وسكات. من مور داكشي اللي وقع واللي كان خصنا فترة طويلة باش نقدروا نساوه ولا غير نحاولوا. ومن مور ما مشات لينا الدار اللي دوزت فيها صغري كامل وشوية في كبري، ما بقات صالحة للسكنة. كان صعيب عليا وصعيب علينا كاملين باش نبدلوها، ولكن ما عندناش الاختيار. مشينا دبرنا في واحد البراكة وحاولنا نتقبلوا الوضع اللي حنا فيه. قالت لي امي يلا وليدي نمشيو نقلبوا على شي خدمه اللي نقدروا نوفروا بها قوتنا ونصلحوا بها حالنا. قلت لها امي شوفي راه خديجه باقا صغيره وراه محتاجاك بزاف، وسيرتو في هاد الوقيته، حيت كانت كل مره كيبقاو يجيوها بالليل دوك لي زاتاك دو بانيك ودوك لي كريس دونغواس، حيت الوقع والهول ديال الصدمه ما كانش ساهل وما عمره غيكون ساهل بالنسبه ليها ولا بالنسبه لينا كاملين. قلت لها امي شوفي انت دابا غير تهلاي في خديجه وحاولي توقفي معها في هاد الوقيته وما تضربي حساب لداكشي الاخر. المهم هزيت داكشي اللي بقى ليا باش كنتفكر الوالد، واللي هو داك الموطوبيكان ولا غير داكشي اللي بقى منه. ديتو لعند واحد السيكليس، حلق عليه مزيان وقادو مزيان، وليت كنبيع عليه الحوت في الدروبه. وهادشي ما كانش سهل بالنسبه ليا، حيت ما عمرني خدمت في الحوت ولا جربت نبيعه، وكنت خايف ليه يشمتوني دوك الحواته. داكشي علاش في الاول كنت كندي معايا عشيري زكريا باش يعاونني ندي احسن كاليتي وباحسن ثمن، بحكم هو مدواز هادشي ديال الحوت في المارشي، حيت كان خدام عند واحد الحوات كينقي الحوت ومره كيبيعو. المهم خديت داك الحوت بالمساعده ديال عشيري زكريا وبديت كنبيعو، وداكشي اللي دخلت في النهار كنقسمو على جوج. النص كنعطيه للوالده باش تكلف باي حاجه خاصه الدار، باش من دار تا نقول البراكه، والنص الاخر كنجيب به السلعه وهي غاده. ولكن واخا هادشي كامل كانت ديما في بالي واحد الحاجه، الا بغيت ننجح في حياتي ونخرج امي واختي من هاد القهره، هاد اللعيبه اللي كانت عندي في راسي ولكن ما عمرني حاولت نجربها، حيت هاد الحاجه ما فيهاش جوج ديال الفرص، يا اما تنجح يا اما تموت، ما كايناش حاجه اخرى. هاد اللعيبه فيما كنت نحط راسي على المخده كنت كتاكل فيا من الداخل وكنغرق في العالم ديال الافكار. هاد اللعيبه غتكون عرفتوها، واللي هي نقطع البحر للجهه الثانيه. كانت هذه هي الفكره اللي بدات كدور ليا في راسي وكتشكل ليا فيه. اللهم تعذب وقيته من عمرك ومن بعد تقاد حياتك ولا تكرفس حياتك كامله مليوح بين الدروبه كتبيع الحوت. وبديت كنخطط لهذا البلان بلا اخبار الوالده. كنت في كل مره كنبقى نجمع شي حصيصه حتى جمعت واحد 4 المليون، وبديت كنقلب على شي حراق. بقيت كنسول الدراري اللي كنعرف ودراري عشراني، ولكن ما كنقولش لهم بلي انا اللي باغي نحرق. كنقول لهم راه واحد الدري عشيري كنعرفو هو اللي باغي يحرق وسولني. المهم كل واحد واش كان كيقول لي، حتى لواحد النهار فاش تلاقيت انا وواحد السيد طارزار في القهوه. هاد السيد كان صاحبي في الصغر وقريت انا وياه في الكوليج. هاد السيد سميتو محسن. هاد محسن كان كيفكر في الحريق ملي كان باقي صغير، وكيبان ليه بلي الطريقه الوحيده باش يقدر يخرج من المعاناه اللي هو فيها. واخا انا ما كنتش كنتفق مع محسن كاع في ديك الوقيته، وكنقول بلي راه الا كان بنادم غينجح راه ينجح في البلاصه اللي هو فيها بلا ما يبقى يختار على زيكسكيز ولا يدير السبب الوضع اللي راه فيه.
ولكن سبحان الله، شوف الحوال كيف دارت حتى وليت انا كنفكر باش ندير هاد الحاجه اللي عمرني كنت كنتخيل باللي راسي نهار نقدر نديرها ولا غير كنفكر فيها. ولكن هذا هو المكتب، هو اللي كيجرنا وكيدينا فين بغا، ماشي حنا اللي كنختاروا فين نمشيو. نرجع لعند محسن. مهم من بعد السلام والعناق الحار ديال المده طويله اللي ما تشوفناش فيها، عزاني وقال لي والله الا راه ما تخيلش شحال بكيت اخويا والد داك النهار. بكيت لبا علي اللي كان بحال با، وبكيت لخويا هيثم اللي كان بحال خويا الصغير اللي ما عنديش. بكيت الوضع اللي كنت فيه، اللي كنت ما نقدرش نجي عندك ونواسيك. قلت ليه ما مشى معك باس اخويا محسن، هذا مع الله، حنا راضيين بالمكتب، ربي بغاهم وداهم والحمد لله على كل حال. المهم حسيت بالوضع غيميل لجهتي البكائيات. قلت اجي نبرد الطرح بشويه ديال الذكريات ديال الصغر. قلت ليه وشوف سبحان الله العظيم شكون تاني يقول بلي محسن ولد مي الطاويه واحد النهار يدير المرسيدس؟ عقلتي النهار اللي جرى عليك حيدر. هاد حيدر كان هو البروف ديال الماط في الليسي. واحد النهار كان محسن هو واحد الدري اخر مريحين اللور ومكرشخين بالضحك، كيقول لهم البروف يسكتوا، ولكن والو بحال لا كتهضر مع الحيط. شويه جا البروف عند محسن وقال ليه مال مك انت ما بغيتش تسكتنا. بدا كرد عليه محسن الهضره وكيقول لي ديك اللعبه ديال وما تجبدش الوالده على فمك. شويه ويجمع مع البروف بواحد المسمنيه حتى ولا كيسمع صوته صافي البلبولي. بقى محسن شاد في حنكو واحد 10 ثواني سكات، كلشي غير كيتفرج وكيشوف شنو اللي واقع. ناض محسن حتى تقاد مع البروف في الوقفه ويجمع معاه بواحد المسمنيه، بقى كيتسمع ليكو ديالها في القسم. ما جا البروف باش يوعى ولا يستوعب بلي راه كلات صرفيقه من عند محسن، حتى زادوا واحده اخرى وهز في كارتو وهو يعلق. بقى تابعوا البروف الحارس العام والسيكيريتي ديال الباب با محمد، ولكن ما شدوهش. وحسين كيطير مع كان عزيز عليه يضرب دوك الكيطمات الخفاف ديال السبور وصبر ديال قومه، يشارك في الاولمبياد، يجيب لينا ميداليه هذه ما فيهاش شك. المهم من مور هاد البلان محسن ما بقاش قرقبها باقي في داك الليسي، وكانت هذيك هي الاخر عليه، ومن تما خرج من القرايه. المهم من مور هادشي سولت محسن كيفاش حتى حرق، وقلت ليه بلي راه كاين واحد الدري صاحبي بغى حتى هو يحرق، راه جامع واحد 4 المليون وراه كيقلب على شي حراق. قال لي الصراحه خاصو 5 المليون هي القليله، ومن موراها غيمشي لواحد القهوه ديال 33 غيلقى واحد السرباي تماك غيدور معاه، وموراه راه غيوريه كاع الحراقه اللي كاينين، راه كيتجمعوا بزاف ديك القهوه. قال لي غير هو قول لهاد عشير كذا راه الحريق ماشي شي حاجه اللي سهله ولا اي واحد يقدر يوصل، وإلا مشى كاع حتى وصل راه ماشي اي واحد يقدر ينجح. قال لي انا خويا والد جاب الله وصلت وحفظني الله، الناس كانوا حدايا وكانوا معايا، شركنا الطعام وشركنا الهضره، ما وصلوش اخويا والد ما وصلوش، مات حدايا. قال لي تجيبها الوقت مره اخرى ونعاود لك كيفاش دازوا عليا دوك الليالي في البحر، راك تبكي الدم اخويا والد. المهم دابا راه عندي واحد البلان باغي نقضيه، وهو يضحك من الضحكه ديالو عرفتو راه داير ماشي دريه. قلت ليه وانت ديتي ديال ليه وباغي ندي ديال هنا؟ قال لي شنو ياك ما خاصك شي وحده؟ قلت ليه لا لا انا مرتاح بحال هكا خويا. ناض عند السرباي خلص عليا واخا ما خليتوش، شكرتو بزاف على لي زانفورماسيون اللي عطاني، تعانقنا وتوادعنا مزيان. طلع الطوموبيل ديمارا وبقيت كنشوف ديك المرسيدس حتى غبرات على النظر ديالي. رجعت للدار وكل موتيفي ومديموتيفي في نفس الوقت. موتيفي في انني كنشوفو التربنه اللي كان عادي بحالي بحالو ولا كاع قل مني، ضرب اخر ما كاين في المرسيدس واخر ما كاين في اللبس، ومديموتيفي في داكشي اللي قال ليا.
بقيت فايق الليل كامل ما داني نعاس، كنفكر فواش نزعمو نديرها ولا لا. قرار اللي ما يمكنش ليا ناخدو ما بين صباح وليلة، قرار اللي ما فيهش فرصة تانية، يا إما الحياة يا إما الموت. قرار اللي العواقب ديالو إلا ما صدقش غتكون وخيمة، حيت نخلي مورايا أمي أختي الصغيرة لا يحنين لا رحيم، وفي نفس الوقت إلا صدق غتكون حاجة اللي إيجابية. من بعد هاد الماتش ديال التفكير بيني وبين هاد الأفكار واللي كنخرج فيه ب10-0، حيت الأفكار كيبقاو يتيريو عليا وأنا ما عندي كور لي طاكي عليا. في واحد اللحظة فاش حسيت بالخنقة نطت وطيت وصليت ودعيت الله باش يعاونني ناخد القرار الصحيح. رجعت لبلاصتي تكيت وباقي شلال ديال الأفكار ما بغا يحبس. كنقول دابا إلا مت لمن تبقى الوالدة وأختي الصغيرة. والدة راه كتسناني كل عشية ندخل ليها القفال الدار البراكة. أختي الصغيرة اللي كنشوفها كتكبر قدام عيني بحال شي وردة. من مور هاد التفكير العميق خديت القرار اللي تطلب مني شهرين ديال التفكير. واحد النهار نط في الصباح هزيت الموطوبيكان وقصت المارشي ديال الحوت كيما موالف. هزيت الصندوق ديال الحوت درتو فوق الموطور ومشيت كندور في الدروبة. ساليت مع ديك جويه العاصر، رجعت للدار ودي البراكة، عطيت لامي الامانه كيف ديما، تغديت ومشيت للبلاصه المعلومه اللي هي ديك القهوه ديال 33 اللي قال لي محسن، وخديت واحد البريريد من عناع وبقيت كنتسنى اللحظه المناسبه. بان لي السربي كاين بوحدو حدا الكونطوار، عيطت عليه وقلت ليه واحد الدقيقه الله يحفظك. قلت ليه كي داير مزيان هو هذاك امور كانيه؟ قال لي الحمد لله احنا كنسلكو. قلت ليه شوف راني محتاج منك واحد الطلب الله يرحم لك الوالدين. قال لي مرحبا. مديت ليه واحد البركه قلت ليه وريني شي حراق على حسابك، شي حراق اللي كيوصل للناس ماشي كيلوحهم في البحر. بقى كيشوف فيا وقال لي متاكد؟ قلت ليه وي متاكد. قال لي صافي واحد 3 ايام ورجع عندي نلاقيك مع واحد السيد. شكرته قلت ليه معاياش نرجع. قال لي بحال هاد الوقيته تقريبا. قلت ليه صافي على مولانا. دازت 3 ايام ورجعت عنده، شافني وجا سلم عليا وقال لي السيد راه باقي ما جا، واش تقدر تسنى واحد شويه غير على ما يجي؟ قلت لي صافي ما عنديش مشكل. بقيت كنتسنى وكنشوف في وجوه الناس كل واحد وكيفاش داير، شي ضاحك شي معباس، ولكن لا بليبار فيهم ما دايرين حتى شي غريماس بوكر فيس. وهم من مور واحد الساعه ديال التامل في الوجوه عباد الله جا السيد. واحد السيد يكون في الربعينات من عمره، طويل وصحيح ولكن يديه قصار، داير بحال داك الديناصور اللي في غامبول. عيني داخلين ولكن حروف وجهه باينين. سلم عليا وقال لي اسمك الله؟ قلت ليه والد. قال لي يلا نطلعوا للفوق راه كيكون خاوي باش ناخذوا راحتنا في الهضره. قلت ليه مرحبا. طلعنا جلسنا وقال لي قول لي يا والد علاش باغي تحرق؟ قلت ليه ما بقيتش حامل العيشه. قلت ليه ما بقيتش حامل العيشه هنا وبغيت نخوي. قال لي غير هو ندير في بالك باللي راه انا ما كنضمن ليك حتى شي حاجه، ولكن اللي في جهدي راه غنديرو معاك. شوف راه نصيفطك مع واحد الرموك ديال المارشانديز، هذه هي أأمن وسيلة بالنسبة ليا، ولكن غتبقى غالية. قلت ليه شحال؟ قال لي 8 الملايين. قلت ليه راه غير 7 اللي عندي. قال لي شوف انا راه عرفتك جاي من عند محسن، ومحسن راه انا اللي صيفطته، دونك الا بغيتي تكون بحالو خاصك تحط بحالو. قلت ليه شوف محسن ما خاصو يعرف حتى شي حاجه على هذا الشيء، 8 المليون ديالك غنعطيها لك، ولكن ضرب الطم وما تقول ليه والو. قال لي
صافا راه الفلوس وانا معاك. قلت لها بلاتي قول لي هادشي كيفاش غادي يدوز، قول لي البروسيدور كيفاش داير. قال لي من هنا لواحد السيمانه واحد الرموك راه جاي من سوس وغادي لبلجيكا، غيوقف في طنجة باش يتقلب ومن بعد يدخل الباطو ديريكت للصبليون، ومن تما غتختار انت فين باغي تهبط، واش صبليون ولا فرنسا ولا تكمل معاه حتى لبلجيكا. قلت ليه صافي على مولانا. الصراحه بهاد الهضره دخل لي الشك، حيت كيهضر بواحد الثقه في النفس وبواحد الطريقه، وكيهضر على البروسيدور كامل وكيفاش غيدوز، وكيبين لي بلي راه هادشي كامل راه ساهل وما فيه حتى شي ريسك ودغيا غيدوز. قلت مع راسي يقدر يكون هذا غاشي نصاب. مهم واخا هكاك قلت ليه صافي مزيان على مولانا. قال لي صافي من هنا واحد 5 ايام وجد راسك باش نمشيو لطنجة. الصراحه حتى لهاد الساعه مازال كان باقي عندي واحد الشك ديال واش بصح هادشي اللي غيوقع، واش بصح غنوصل ولا محال، والشك الاخر ديال واش بصح هذا هو القرار الصحيح، حيت راه حياتي كامله واقفه على هذا القرار. توكلت على الله وقلت اللي ليها. بوندون ديك 3 جور مشيت كنزيد نسول على هذا الحراق اللي سميتو سعيد، واش فري كيوصل الناس، واش فري حراق، واش ومن بعد تاكدت بلي راه حراق ومحترف وعارف اش كيدير. وهذا الشيء اللي خلاه يهضر على البروسيدور كامل ويهضر بديك الثقه في النفس، حيت مدوز هذا الشيء ومحرق بزاف ديال الناس، ماشي مره ماشي جوج. داز واحد يومين هكاك وجمعت حوايجي بالتخبيه على الوالده وحطيتهم في واحد القنت. فقت الصباح وقلت لامي يلا معايا الوالده لواحد البلاصه. قلت لي فين؟ قلت ليها غير يلا معايا. لبسات جلابيتها ولبسات الخديجه حوايجها وشدينا الطريق بداك الموطوبيكان. لفين؟ حبسوا الفيديو وخليوا لي في كومونتير فين كتظنوا غادي نمشيو. المهم كاينه غاديين بداك الموطوبيكان حتى وصلنا للروضه. قالت لي امي كون قلتيها لي نجيب معايا شي وليد المسك. قلت لها انا جبتوها الوالده. بقينا غاديين وسط ديك الروضه اللي كلها عامره شوك حتى وصلنا للقبر ديال الوالد. جبت القران وبقيت كنقرا. وصلت واحد اللحظه ما قديتش نكمل، بست المصحف وحطيته فوق القبر ديال الوالد وبديت كنبكي وكنت نخصص بحال شي دري في عمره 5 سنين. صراحه الوالد كيأثر فيا بزاف وما كنقدرش نحبس دموعي قدام قبره. مهم من مور ما قرينا عليه وعلى خويا الصغير كبينا على قبرهم شويه ديال الماء وختمناها بالفاتحه. من بعد ما رجعنا للدار قالت لي امي علاش ما قلتيهاش ليا البارح نجيب غير شويه ديال الماء زمزم من عند عيشه، راه غير هاد الايامات اللي جا ولدها من الحج. قلت ليها غتوحشتهم امي وقلت نمشيو نزوروهم. قالت لي يا وليدي ما فيها باس. مهم وصل نهار الموعود مشيت لبلاصتي باش نتكا، وخا عارف هاد الليله ما فيها نعاس. دوزت الليله كامله ظهري فوق اللحافه، يدي مشبكين فوق صدري وعيني مفيكسيهم في واحد النقطه في السقف ما كيتحركوش. شلال ديال الافكار بدا كيخوي ليا في راسي وانا ما عندي حيله كيف نطاكي عليهم. الصراحه كنعرف بزاف ديال الناس اللي قطعوا البحر ووصلوا ونجحوا في حياتهم، وفي نفس الوقت كنعرف بزاف ديال الناس اللي ما قطعوش البحر للجهه الاخرى ولكن قطعوا التيكي ديريكت للجهه الاخرى. اين واحد غنكون فيهم انا، داكشي اللي نعرفو في الحلقه الجايه.
What